والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا جماعة وزودوا النبي كمان صلاة. احنا في شهر جميل جدا جدا، يعني اقل حاجة بتتحسب لنا اضعافها. صلوا على النبي واستغفروا لربنا واذكروا الله. طبعا الناس اللي ما بتصليش هافضل اقول مرة واتنين وتلاتة ومليون صلوا يا جماعة واذكروا الله. واقل حاجة والله العظيم في الشهر الجميل دوت هترجعوا تندموا وهتقولوا يا ريتني، بالذات الشهر دوت وشهر رمضان المبارك، يعني حاولوا كده تستغلوه في اي حاجة، تستغفروا ربنا، لان اقل حاجة الوقت بتحسب لنا اضعافها واحنا اولى بيها، يعني احنا اولى بيها اولى بالحاجات دي كلها. صلوا على النبي يا جماعة وزيدوا النبي كمان صلاة. النهاردة كده الروتين بتاعنا من اعماق الروتينات. انا مش عارفة انا لساني بيتلوى ليه اليومين دول، بس يلا بقى كده الحمد لله اسجل لكم برضو على الفيديو، يعني مفيش اي حاجة هتشغلنا ولا اي حاجة هتعطلنا برضو. صلوا على النبي واذكروا الله. دخلت بقى هنا كده على السطح، زي ما انتوا شايفين شكله مش لطيف خالص، لان احنا في الشتاء وفي طيور بقى فوق وكده، فيعني الشكل ما اقولكمش عليه. قلت هنضفه. طبعا الجو كان حلو كده تحت، وكان الغدا كان معمول، يعني ما وريش اي حاجه تحت. بحاول استغل مثلا اليوم اللي مبقاش ورايا فيه اي حاجه، مبقاش طبيخ، مبقاش غسيل مواعين، مفيش اي حاجه ورايا، اقوم طالعه مثلا في وقت عصريه كده الساعه 3 4 عشان برضو الجو مبقاش حر عليا، وههبط نفسي وهبط اللي معايا. وطبعا ماما هتبقى موجوده معايا في الفيديو النهارده. حطوا لها بقى كده اللايك واذكروا الله وصلوا على النبي واستغفروا ربنا. هي كانت معايا، كانتش عامله حسابها والله العظيم ان هي تطلع، بس ايه، لقيت الشغل كتير عليا والسطح فيه شغل كتير جدا، فقالت لي يعني ايه هفضل معاكي كده، اشيل حاجه احط حاجه. يعني انا لو شفتها بتعمل حاجه مينفعش طبعا اسيبها، وهي لو شافتني يعني ما بترضاش ان هي تسيبني ان انا اعمل حاجه. صلوا على النبي يا جماعه وحطوا له اللايك بتاعي، منكم فضلا وليس امرا. جيت بقى هنا في المنطقه ديت المنطقه ديت جيت بقى هنا المكان دوت بقى نضفته من جوه كده، دخلت من جوه قمت منضفاه. طبعا زي ما انتم شايفين كميه التراب وكميه العفاره وكميه الكركبه اللي هي فيه فظيعه. قلت بقى هنضفه. يعني انتوا زي ما انتوا شايفين كده، انا ما كنتش متوقعه اللي هيبقى في تراب وعفره بالمنظر دوت. يعني اخر مره كنا منضفينه يعني من حوالي شهر، يعني ايوه شهر او شهر ونص. فقلت هنضفه لان احنا داخل علينا رمضان وهرجع تاني المدرسه، يعني اليومين الاجازه دول هستغلهم برضو في اي حاجه. انضف مثلا حاجه انا ما كنتش قادره انضفها وانا في المدرسه او كنت مشغوله. الحاجات مثلا اللي كانت تقيلة عليا واللي مكنتش بفضلها فهنضفها بقى اليومين دول، لان خلاص هانت، يعني اسبوع ونص وهرجع تاني. هرجع تاني بقى، اصحى من الساعة 6 واجي الساعة 2، واجي بقى من بعد الساعة 2 هشوف ايه اللي ورايا، وبعد اللي ورايا يكون بقيت المغرب ولا العشاء، اجي بقى من المغرب ولا العشاء انام. فالحمد لله. قلت بقى هنا يعني بصراحة زي ما انتم شايفين المنظر رهيب. انا ما كنتش متوقعه ان المنظر هيبقى كده اصلا، انا كنت طالعه على اساس مثلا هنلاقي في الطيور وعلى كده، لكن لقيت المنظر يعني بصراحه حاجه رهيبه. صلوا على النبي يا جماعه واذكروا الله واستغفروا الله. ماما بقى جت هنا في الحته ديت، قالت لي لا سيبي كل حاجه زي ما هي، ويعني ايه عشان ما تهبطنيش وما تهبطش نفسها، سيبي كل حاجه زي ما هي ونكنس بس مكانها او جنبها او كده، عشان كل حاجه ايه تكون زي ما هي ومبقاش في يعني حاجه كده ولا كده، عشان برضو ماما ما تتعبش معايا ولا نتعب، يعني على قد الكنيس بس، لان بصراحه الكنيس هبطنا. يعني انتوا تشوفوا كده في اخر الفيديو انا ايدي جالها تسلخات. والله العظيم ايدي من كتر ما انا ماسكه المقشه اتعورت،
ايديا الاتنين اتعوروا من كتر ما انا ماسكه المقشه وهاتك بقى عماله اكنس واكنس واكنس لحد ما ايدي اتسلخت. بس الحمد لله يعني ماما شالت عني شويه، ربنا يخليها لي يا رب ويخلي لكم امهاتكم جميعا. شالت عني شويه وقامت ماسكه المقشه يعني وساعدتني يعني. جت بقى هنا في الحته ديت لمينا بقى الكوم دوت كوم العفاره وكوم التراب دوت، قمنا لميناه وحطيناه بقى كده في شكاره زي ما انتوا شايفين. هنرميه، هنوديه في اي حته كده مش عايزينه. هنرميه كده في مكان ما بيننا وما بين الجار، هنقوم حاتفينه كده. حاتفين القتيل دوت. وهنبقى نمسكهم يعني. بنبقى نولع فيهم، بنبقى نولع في الحاجات دي كلها. جيت بقى هنا زي ما انتوا شايفين انا خلصت اليمة التانية، عشان طبعا زي ما انتوا عارفين ان السطح كبير كبير خالص، فخلصت يمة وبدخل على يمة تانية، فاهمين ازاي؟ فدي اليمة بقى اللي هي ايه، اللهم صل على النبي، جاية كده على جاية كده على الواجهة اللي هي القبلي. صلوا على النبي يا جماعة وزادوا النبي كمان صلاة واستغفروا الله. ماما بقى كانت اليوم التانية كانت عمالة برضو بتحط في حاجات وبتشيل في حاجات، يعني بترتب وكده الكراكيب اللي كانت محطوطة ديت، لان طبعا اي كراكيب تحت او اي كراكيب في الشقة اللي تحت، اي شقتين يعني عامة، بانهم مطلعينهم فوق السطح، لان السطح ما فيش حد يعني بيقعد عليه ولا فيه هرس كتير عليه، فاقل حاجة بنقوم حاطينها فوق، يعني اقل حاجة هتكركب لنا الدنيا تحت نقوم مطلعينها فوق. ماما بقى عاملة الحوض دوت على اساس ان هي تزرع عليه شبت وكزبرة، عاملة الحوض دوت داخل على السنة ولسه ما زرعش ولا شبت ولا كزبرة ولا جرجير ولا اي حاجة. هي حطاه كده وحطت عليه طينة بقى وحاجات على اساس ان هي عايزة تزرعه عشان بيبقى شكله كده جميل، بس ان شاء الله يعني بإذن الله هنبقى نزرعه في الصيف، لان بتبقى القعدة كلها اصلا فوق في الصيف، فوق في الصيف ايه، فوق السطح، فبتبقى حلوة يعني. وبالذات كمان ان احنا تحت بيبقى عندنا ناموس. لان اليمتين اراضي، فبيبقى في ناموس رهيب في الصيف، فبنقوم طالعين بقى فوق السطح، بيبقى الجو جميل، بنبقى عاملين كده قاعدة فوق السطح، فبننضف كده الدنيا يعني. السطح دوت في الصيف مبقاش بالمنظر ده خالص، بنرشه بقى مية وبننضفه زي ما انتوا شايفين كده، يوماتي كده على الله لازم يتنضف. بس طبعا الكلام ده في الصيف. لكن في الشتاء الجو بيبقى برد والواحد يعني بيبقى كمشان كده في نفسه، ولو عمل مصلحة في البيت بيبقى خير وبركة من عند ربنا. يعني السجاد خلصناه في الصيف علشان في الشتاء ما نتبلش ولا منعكعكش الدنيا ولا كده، وحاجات تقيلة كده ما كانش ينفع ان هي تتعمل في الشتاء فعملناها في الصيف قبل ما يدخل علينا يعني شهر طوبة والكلام ده كله. فالحاجات دي بتبقى واجب علينا ان هي تتعمل يعني في الصيف وكده. وفي ناس اعرفها والله العظيم لسه ما غسلت السجاد بتاعها. مش عارفة هي مستنية ايه لحد دلوقتي، بس يعني ايه، في حاجات بتبقى ليها وقتها، يعني مثلا السجاد دوت كان المفروض يتغسل من الصيف عشان تيجي عليكي مثلا الشتاء يكون حاجتك تكون تمام، جالك ضيف مثلا او اي حاجة يعني عامة، تلاقي الدنيا كويسة، تفرشي فرشة نظيفة، اما تعكش بقى الدنيا. وطبعا الجو بيبقى الشتاء يعني الواحد ربنا هو اللي بيبقى عالم بيه. اه والله العظيم. صلوا على النبي يا جماعة واستغفروا الله. جيت بقى هنا في اليمة ديت اللي هي اليمة القبلي، بقى ايه. بقى ايه. مش عارفه والله العظيم لساني بيتعوج ليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آه جيت بقى طبعا كل ما بلم شويه تراب او شويه عفاره بقوم لماهم واقوم حطاهم في البتاع السودا ديت، عشان ما يتكونش كله فوق بعضه فهيبقى تقيل عليا وانا بكنسه. فاحط كده كل شويه في البتاع ديت السودا، الم كل شويه عفاره ولا اي حاجه واقوم حطاهم في البتاع السودا ديت، عشان الكنسة هتبقى معايا تقيلة، فاهمين ازاي؟ فكل شوية كده اقوم حطاهم في جنب وقمت شايلاهم واقوم رمياهم على طول، علشان الكنسة متبقاش تقيلة عليا ومهبطش نفسي وهبط اللي معايا. صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الله واستغفروا الله. جيت بقى هنا لميت الكنسة زي ما انتوا شايفين كده، بس كان لسه في شوية عفارة اليمة اللي هي القبلي برضو، اليمة القبلي معلقة معانا في الفيديو دوت. لان خلصت السطح كله يعتبر خلصته. ماما طبعا زي ما انتوا شايفين اي كنسة ولا كده كنت سايباها بتحطها في كيسة ولا تحطها في اي حاجة ونقوم حاتفينها على طول، مش عايزينك ما ترجعيش تاني.
فهنا بقى كنت خلاص يعتبر اصلا السطح كان خلص، بس اليمة دي كان معادش في غير اليمة دي يعني عامة. كانت ايده خلاص بقى في الوقت دوت، كانت ما بين ما بين ان هي تتعمل، ما بين ان هي تتسلخ كده، وما بين ان هي ارحميني كفايه عليا كده. بس والله العظيم ايديا لحد دلوقتي لسه بتوجعني، وكمان بسجل لهم كل فيديو دوت والكهرباء قطع عليا، فاهمين ازاي؟ وفي الاوضه لوحدي. يعني عشان تعرفوا انا بتعب قد ايه والله العظيم. يا جماعه تفاعلوا على الفيديوهات، وحاولوا ان انتوا تقدروني وتقدروا الفيديو اللي انا بنزله ببقى تعبانه فيه قد ايه، وببقى عامله فيه مجهود قد ايه. قدروني وتفاعلوا على الفيديوهات، وصلوا على النبي كده في قلبكم. واستغفروا الله. وهفضل اقول مرة واتنين ومليون للناس اللي ما بتصليش تصلي يا جماعة، الفرد فرضه. دي طبعا احنا في شهر جميل جدا جدا جدا، يعني اقل حاجة والله العظيم هتتحسب لك اضعاف اضعافها، ويعني احنا نتمنى اي حاجة زي ديت. ويعني الحمد لله. جيت بقى هنا كنت بوريكم ايدي كانت عملت ازاي، زي ما انتم شايفين ماما كانت بتقولي حياتي وانا بوسها. ربنا يخليها لي يا رب. جيت بقى انا تحت الكنبه هنا كان في برضو شويه رمل فظيع، فكنت بشيله بقى بالمقشه اللي هي التانية، ان المقشه الناعمه مش هتشيل معايا، مش بعيد تتكسر وما تشيلش اصلا. فجيت بقى اللي هي المقشه اللي هم مسمينها المقشه البلح ديت، جبت بقى من تحت الكنبه والحمد لله يعني نضفت السطح زي ما انتم شايفين، خليته سطح العروسه. مش هقولكم شقه العروسه، لا سطح العروسه. جيت بقى هنا كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماما كانت بتعلف الحيوان، فقمت فاتحه بقى الباب بتاعهم عشان اطلعهم واحط لهم الاكل عشان ياكلوا او عشان يتغدوا يعني. طبعا كنا خلاص كنسنا وخلصنا بقى السطح زي ما انتوا شايفين كده، حاجه قمر يعني، شكلهم فظيع والله العظيم. صلوا على النبي يا جماعه، واذكروا الله واستغفروا الله. جيت بقى هنا كان السلم فظيع، فالسلم اليمة اللي هي مش معمولة بالرخام محدش بيجي يمها ولا حد بيعبرها الصراحة، فقلت انضفها كده برضو تنظيفة مع السطح بالمرة يعني. يعني ايه، وانا بنضف السطح هجيب كده السلم دوت، لان يعني مش هيبقى في حاجة اكتر من كده. فهنضفه وهروقه برضو عشان ايه، اللي هيبقى طالع على السطح فهيبقى طالع برضو على السلم، فالدنيا ما تبص معايا، واللي اعمله يعني ما يروحش هدر وكده. فهنضفه برضو. الصدفة ديت والصدف اللي تحت مش معمولين رخام، فما بيتعملوش على طول. صلوا على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. جيت بقى هنا ماما كانت معايا، قلت انا مش اشتغلت معايا يا ماما فاقفلي معايا الفيديو، كتر خيرك قوي لحد كده. ادعوا لها يا رب ان يخليها ليا ويطول في عمرها. طبعا بقى هنا كده الفيديو خلص، ولو عجبكم ما تبخلوا علينا باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.